هتصدقوني لو قلتلكم ان القطايف دي صحية، بدون دقيق ابيض، بدون قلي، بدون سكر، وكمان بنفس القرمشة والطعم اللذيذ بتاع القطايف العادية. مفيش اي فرق بينها وبين القطايف العادية، ولا في الشكل ولا في الطعم. تعالوا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في الخلاط هضيف 2.5 كوب من المية الدافية، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. بعد كده هضيف 3 معالق كبيرة من الحليب، تقدروا تستخدموا حليب بقري عادي او حليب نباتي زي حليب جوز الهند وحليب اللوز. بعد كده هضيف معلقتين صغيرين من عسل النحل ورشة من الملح وكوبايتين من السميد الناعم، لو ما كانش عندكم ناعم اطحنوه الاول في المطحنه. بعد كده هنضرب المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط. المفروض كنت اضيف معاهم فانيليا بودره بس انا نسيت فوقفت الخلاط، وبعد كده حطيت الفانيليا ورجعت اضرب تاني. ممكن تستخدموا فانيليا سايله بدلها لو عندكم. المفروض القوام يكون خفيف بالشكل ده، لو كان اتقل من كده زودوا معلقه ميه او حليب. ومن غير ما نخمر العجينه ولا حاجه هننزل بيها في طاسه سخنه تكون ما بتلزقش على نار متوسطة لحد ما القطايف تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش لازم تستوي للاخر. في اول كام واحدة كنت بدهنها بزيت خفيف، بس اكتشفت ان انا لما ما بدهنش الطاسة خالص بتطلع القطايف نفس شكل القطايف الجاهزة كده بالظبط. واول ما بطلعها بغطيها بفوطة على طول علشان تفضل طرية. في ناس بقى بتحب تاكلها قطايف عصافيري اللي هي من غير قلي او من غير تحمير، بتاكلها طرية زي ما هي كده، تحشيها قشطة وتحط عليها فستق ويرشوا عليها بقى اللي هو شربات. بس انا حبيت اعملها بالحشوة المصرية الاصلية. حطيت في طبق 1.5 كوباية من السوداني المتحمص، وضفت عليهم نص كوباية من جوز الهند ونص كوباية من الزبيب. قلبت كله مع بعضه. بعد كده هبدأ احشي القطايف. خلوا بالكم ان انتوا يعني ما تملوهاش قوي بالحشوة علشان ما تفتحش منكم وهي بتستوي، وتأكدوا ان انتوا قفلتوها كويس قوي من الاطراف. ممكن كمان لو ما بتحبوش الحشوات المسكرة ممكن تحشوها لحمة مفرومة او حشوة فراخ مفرومة، اي حشوات بتحبوها في القطايف. وهنا بعد ما حشيت القطايف كلها تقدروا في المرحلة دي تشيلوها في اكياس في الفريزر، وتبقوا تطلعوا منها قبل ما تقلوا بنص ساعة او ساعة. بعد كده رصيتهم في القلاية الهوائية وابتديت ادهنهم بالزيت، وقلبتهم على الوش التاني ودهنتهم برضو بالزيت كويس. بعد كده هدخلهم القلاية على حرارة 195، مش هيكملوا 10 دقايق وهيكون لونهم ذهبي ومقرمشين جدا. وطبعا لازم نقلبهم في نص الوقت. لو ما عندكوش قلاية هوائية تقدروا تعملوا نفس الخطوات بالظبط، وهترصوا القطايف على صينية وتدهنوها بالزيت برضو، وتحطوها تحت شواية الفرن. لما بتاخد اللون اللي انتوا عاوزينه من فوق والقرمشة هتقلبوها على الوش التاني. هنا بعد ما اتحمرت زينتها برشة من عسل النحل وجوز الهند، بس ما تحطوش عسل النحل عليها غير وقت التقديم علشان بتشربه بسرعة. الوصفة دي مناسبة للأطفال من عمر سنة، بشرط ان احنا نطحن المكسرات اللي جوه كويس، وكمان ما نخليش القطايف مقرمشة قوي علشان ما تشرقهمش لا قدر الله. بجد طعمها جميل جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم، وقولوا لي في الكومنتات تحبوا نعمل ايه من وصفات رمضان بطريقة صحية في الفيديو الجاي. باي باي.